عرفت ازاي تفرق ما بين انا باخد قرار صح والقرار ده مبني على الايجو بتاعي؟ في قرارات كتير قوي بتاخديها عشان انا اصلا بانكر وانفستمنت بانكر. مم. فالبانكرز والانفستمنت بانكرز عندهم ايجو جامد قوي، هم ما بيعترفوش بالقصه دي بس دي حقيقه. وخصوصا بقى لما كمان تشتغلي انفستمنت بانكينج اكتر من بانكينج ف you have ego يعني. the only skill that you have is your brain and your knowledge. مم. You think you know everything. In مم. reality you know nothing. يعني in reality you know صح. nothing. لما بقى بقيت بشتغل يعني بقيت مسؤول عن شركه ليها اوبريشنز وكل الكلام ده. Yeah. انا I was able to manage my ego خلاص يعني. وانا بانكر and advising and everything it's very good on paper و very good انك تقول لحد يعمل ايه ويعمله ازاي. بس لما تبقي شغاله في operations you need to تعرفي الحقيقه. الحقيقه ان الدنيا مش تمشي كده يعني 1 plus 1 is never equals 2. فده لوحده يقدر يهد اي ايجو بتاع اي حد. فانا I believe now I have less ego than what I had 10 years ago. عكس الناس يعني المفروض طبيعي ان انت you build ego. مع الايجو مع الوقت. لا انا كل يوم بالايجو ده بينزل يعني.